السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال عريض يطرح نفسه قبل مواجهة الاتحاد والأهلي في ديربي الغربية أو ديربي الشغب أو ديربي الصخب. هذا الديربي الذي يحكي الكثير من التفاصيل، من أهمها أن الاتحاد يحاول الفوز والاستمرار في الصدارة بفارق 4 نقاط بغض النظر عن نتيجة الهلال أمام النصر. الأهلي يحاول عرقلة الجار من أجل النكاية فيه أو لأسباب أخرى. طبعا التنافس الشريف بينهم يمتد لعقود كثيرة. المباراة أو النظرة الفنية لهذه المباراة نجد أن هناك تساوي، خاصة أن الأهلي في اللحظات الأخيرة ربما أصبح يلملم أوراقه ويمتلك نجوم جيدة في هذه المباراة. الاتحاد أيضا يمتلك نجوم جيدة، ولكنه يعاني الآن أو يخاف من غياب حارس المرمى، والذي سيكون مهم جدا من أجل تفوق الأهلي، لأن حارس الاتحاد منع العديد من الأهداف في هذا الموسم، وكان له دور كبير وحاسم في الحفاظ على نتائج فريق الاتحاد خلال هذه الفترة.